السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم بلغنا رمضان ونحن في افضل حال. كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة بقى هنعمل كنافة رمضان بالكريمة. احلى واظبط واجمل صينية كنافة هتعمليها بالكريمة، كنافة رمضان. مهما عملنا من انواع كنافة، دايما الكنافة دي هي بتفكرنا برمضان وايام رمضان الجميلة. هقولك بصي كل المكونات والطريقة، مفيش ابسط ولا اسهل منها. وشوفي قوام الكريمة عامل ازاي واللون موحد. ده هي الكاميرا ظلمها كمان. عايزة اقولك وهي سخنة كده طلعها من الفرن تسقسقها بالسيرب، ريحتها كانت مفحفحة وقلبة الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا كوباية ونص سكر، هنزل عليهم بكوباية مية. نفس الكوباية اللي بعيرت بيها السكر هو نفس المقدار اللي هعير بيه المية. لازم استخدم الشربات بارد، فعشان كده انا عملته الاول. الشربات والكريم هعملهم واركنهم يبردوا قبل ما اجهز الصينيه بتاعتي، مينفعش استخدمهم وهم سخنين. كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه. هرفع الشربات على نار، مش اقلبه ولا اي حاجه، ارفعه على النار متوسطه يغلي. اول ما يغلي اسيبه يغلي 5 دقايق مش اكتر عشان ما يتقلش قوي معايا، وهسيبه يبرد. نيجي بقى للكريمه الجميله بتاعتنا. انا هعمل هنا لتر لبن، بس مش هستخدمه كله في الكنافة، هعمل بقيته حاجة تانية يعني. هستخدم تقريبا نص اللتر لبن. تمام. لتر لبن عليه معلقة سكر وباكت نشا. ضفت على الباكت ده كمان معلقة صغيرة مليانة نشا، لان لما ضفت الباكت النشا حسيت ان هو القوام الكريمة خفيف، فرجعت ضفت كمان دوبت معلقة صغيرة مليانة نشا في ربع كوباية مية وضفتهم. تمام. قلبتهم على البارد الاول وبعدين رفعتهم على نار متوسطه وفضلت اقلب بيه فيهم كده بالتقليب المستمر، يعني ما اسيبهمش لغايه لما قوام الكريمه يتقل معايا. عندك بقى قطعه قشطه من وش اللبن، كريم شانتيه، اي نوع قشطه متوفره عندك او كريم شانتيه تقدري تضيفيها. تمام. ما بحطش هنا فانيليا بصراحه، ممكن لو عندك ماء زهر تحطي نقطه بسيطه جدا، ما عندكيش مش مشكله. سيب بقى الكريمه تبرد على جنب عشان هستخدمها بارده، ويلا نعمل الكنافه. عندي بقى نص كيلو كنافه، ده كان في الفريزر مجمد. انا بطلعه كده وهو مفرز، بفركه على طول بايدي عشان ما ياخدش مني وقت خالص، ولا بحتاج سكينه ولا بحتاج كبه ولا اي حاجه. في السريع كده في دقيقه بكون فركته، بس لازم يطلعه من الفريزر على الشغل على طول، ان انا اشتغل بيه على طول، ما بسيبوش يفك ولا اي حاجه. تمام. بس ما تركنيش الكنافه كتير في الفريزر. لو عندك كنافه ما تكسليش وقومي هاتيها اعمليها، ما تركنيهاش بالسنه وبالست شهور في الفريزر، اكيد يعني مش هتبقى حلوه زي الطازه. هنا بقى هنستخدم كوبايه الا ربع. المقدار ده مظبوط، اللي انا بقولك عليه مظبوط بالملي. كوبايه الا ربع سمنه على نص كيلو كنافه، سمنه بلدي على زيت نضيف يكون نوعيه كويسه، ما يكونش طبعا زيت تموين. تمام. انا مستخدمه زيت ذره على سمنه بلدي. ابتدي بقى افركي كل الكنافه كده وغلفيها بالماده الدهنيه عشان يبقى لونها موحد في الاخر. لما تيجي تسويها هتلاقي لونها موحد وجميل زي ما وريتها لك في اول الفيديو. هاتي بقى معلقه او معلقتين سكر بودر وقلبيهم في قلب الكنافه كده. تمام. افركي كده كل المادة الدهنية بالسكر في قلب الكنافة كلها، تتغلف كلها كويس. ولعي الفرن في الوقت ده درجة حرارة 180 وسخنيه وانتي بتشتغلي، ان هي بتاخدش وقت خالص، يعني في 15 دقيقة تقريبا بتكوني محضراها. الصينية دي مقاس 28، ينفع تعمليها في صينية مقاس 24 او 28 حسب راحتك يعني. بطني بقى نص الصينية بنص كمية الكنافة، وحاولي تعملي لها حرف عشان لما نيجي نحط الكريمة ما تتحرقش مننا من الجوانب. شوف انا بعمل لها حرف ازاي. تمام. حطينا نص كميه الكنافه. الكريمه بقى طبعا لازم اسيبها تبرد، ما ينفعش استخدمها وهي سخنه عشان هتعجن لي الكنافه. فضيتها في الطبق وسبتها تبرد شويه قبل ما اضيفها على الكنافه. طبعا الفرن سخن درجه حراره 180 والكريمه بردت. هنزل بقى بالكريمه. بصي القوام عامل ازاي. القوام ده مظبوط، ولا تقليها قوي قوي تحطي نشا كتير، ولا تبقى خفيفه قوي زي الميه. ده القوام ده مظبوط، قوام متوسط يعني. ضيفي بقى بقيه كميه الكنافه وما تضغطيش، هنا انت بتوزعي بس. تمام. بتوزعي كميه بقيه الكنافه بس. دخليها فرن ساخن درجه حراره 180 من تحت، وما تسيبيهاش تفضلي قاعده قدام الفرن، ما تسيبيهاش وتمشي عشان بتتحرق بسرعه. طب هتعرفي ازاي ان هي استوت من تحت؟ هتلاقي الجوانب ابتدت تحمر. لما الجوانب تبتدي تحمر من كل جنب هتولعي لها الشوايه 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير تاخد لون من فوق. عايزه اقولك وهي طالعه كانت ريحتها مفحفحه بالسمنه البلدي
كانت ريحتها قلب البيت بصراحه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ولا كنافه بالنوتيلا ولا كنافه باللوتس، مفيش احلى من الكنافه بالكريمه. بصي الجوانب كلها محمره واخده لون موحد ولون كويس. هي كده خلاص جاهزه، خدت تقريبا 10 دقايق من تحت و5 دقايق الشوايه ولعتها. بصي بقى عاوزه اوريكي قوام السيرب. هو القوام ده متوسط حلو مظبوط، مش تقيل. تعملوش تقيل قوي، ما تسيبوه لو سبتيه يغلي كتير قوي هيتقل. انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه قوامه مظبوط كده، اللي هو متوسط يعني. تمام. ضيفي بقى معلقه سمنه بلدي كده على السيرب. عايزه اقولك لو عندك ماء زهر ضيفي نقطه بسيطه على السيرب ده، بيخليه تحفه. ما عندكيش ماء زهر حطي ذره فانيليا زي ما انا عملت. انا حطيت ذره فانيليا بسيطه على السيرب. اي سيرب بعمله الحلويات الشرقيه لازم بضيف له يا اما ماء زهر يا اما فانيليا. ضفت ذره فانيليا بسيطه جدا. ابتدي بقى اوزعي كده. طبعا الكنافه سخنه طالعه من الفرن سخنه والسيرب بارد. انزلي بقى على الجوانب كده، وخلي بالك عشان الجوانب طبعا بتبقى ناشفه شويه. انزلي على الجوانب وعلى الكنافه كلها، اسقيها بالسيرب ده. عايزه اقولك بقى سيبيها تبرد ربع ساعه مثلا وبعدين قطعيها، هتلاقيها جميله. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. مفيش احلى من الحاجه اللي بنعملها في البيت. انت عارفه اصلا اللي عند كنافه وبسبوسه القطعه وصلت كام دلوقتي؟ مش عارفه وصلت كام بصراحه.